صباح الخير بنات، شلونكم؟ يا رب ان شاء الله كل بخير وصحة وسلامة وآية الرزق والعافية عليكم وعلينا وعلى أمة محمد. بنوتات، أنا صار لي فترة يمكن تعلمت إنه كل أسبوع أنا أنزل فيديو، لأن صراحة ما عندي ذاك الوقت. المعينة لي هي بالمدرسة والحمد لله والشكر، فما أقدر يعني الحمد لله. هسه هنا عندنا تفريزة هاي الأسبوع مقبلات وشوية كباب شوية كبة، وإن شاء الله ربي يعجبنكم الفيديوهات. وأنا دائما أقول هاي البنوتاتنا الحلوة الصغيرونات اللي مثل ما يقول حقنا علينا. هنا بنوتات شوية لحم كرفس وطماطة وبصل ناعم وشوية شجراية، أسويش حافظة صغيرونة مال كباب مال عروق طاوة احنا نقول. والبهارات أي شي تحبين تخلين عادي، مو إلا تلتزمين ببهارات، حتى البهارات بس كباب وشوية كركم وملح تصير بهارات تجنبيه، لأن هي بهارات اختصاصها كباب. عند العطار وعند المحلات موجودة. هنا عندنا كبة مال تقلاه، كبة البرغل. خدنا 2 برغل و2 جريش، والبرغل طبعا ناعم مو مال طبخ، برغل ناعم. والما عندها برغل ناعم يمها عندها بس مثل محل يبيع مال طبخ عادي، تجيبيه وطحنيه نص طحنه ويصيرلش ناعم، او 3/4 طحنه يصيرلش ناعم، وعجنيه وسوي. هنا عندنا قلت لكم 4 قلاصات صار، 2 برغل و2 جريش. عندنا فلفل اسود، بهارات كاري، بهارات كبة، شوية كركم وشوية كمون. تخبطون الجريش، ما تحبون تتبلون الجريش عادي خلوا له بس ملح وسووا. هنا خلينا 2 مي حار كلش، لان صراحة ما اقدر يعني اعجن بدي وهذا لا، حتى من المثرمة، فخليت مي حار كلش قلاصين. بعدين خلينا الثالث، وعندنا هذا الرابع خلينا من عنده نص قلاص. وانتبهوا انا دا اسوي هيجي وبدا يعني اشوف المي شبع بيه لو لا. وعندنا البوتيتشات مسلوقة قبل الوقت وثرمناها ثرم ويا الجريش. هنا أنا غلفناه، طبعا تشوفون على صفحة ذاك وانا بالكاسة القزاز، غلفناه بالكيس وعرفناه. بدينا بالحمص والحمد لله والشكر، اطمنكم وبشركم وما خليت اي حمصة بالبيت، كلنا خلصت. اضحك وياكم. هنا سلقنا قلاصة محمص، بس ما اتوقع الصراحة الكمية هنا لحد يبغاها طبعا. عندنا وقع القبق الحافظ. بنوتات، قلاصة الحمص صلت على محمد، طلع خير من الله. حمص عندنا مجروش. حطينا هنا ليمون. استغفر الله، اول مرة الحمص تسلقونه كلش يعني تموعونه حيل مايع، واول ما يدفى تشوفونه يدفى وهذا خلوه وين كيس او بالحافظة مالته عادي، خلوه بالفريزر يجمدوه شوية. بعدين تخلوه من محاضر مال الطعام، تخلون عليه زيت الزيتون وملح وثوم باودر وراشي ومعصور ليمون او خل عادي بكيفكم. اذا عندكم خل، ما عندكم ليمون عادي حطوا خل، عندكم هذا خلوا، لو خلوا ليمون يعني وحده من عندهن. انا تراني دخت، مو بس انتو من عندي دختوا. فاللي عنده ليمون يخلي ليمون، واللي عنده خل يخلي خل، اوكي عادي ماكو اشكال. واللي عنده ثوم مهروس يخلي ثوم، يحب يعني يخلي ثوم، طعم الثوم يظهر خلوه. احنا هنا عمود هاي خلينا صراحة اول شي سوينا هاي مالت الشباب، والشباب عندنا يحبون الثوم وهالقد، فخلينا ثوم باودر قليل اسمه ثوم باودر. وزينا طبعا هاي كلاوات العيد، حطينا شاف الليمون تدرون يعني. والما عنده حمص ترى ما مجبور يحط حمص عادي، هو ترى هو هيجي كلش طيب. عندكم حمص حطوا له تزيين، وفوقه زيت الزيتون رشوه. هنا الحافظة الثانية اللي كملنا بها الحمص المسلوق، عندنا مالت الحمص بطحينة. حطينا ثوم باودر يعني تقريب خاشوقة مال كوب كبيرة، وحطينا راشي، وحطينا زيت الزيتون، وحطينا الليمون، وحطينا وياه كمون. الكمون كلش زين وكلش طيب، طعمه ينطي طعم كلش طيب. وهنا كملنا تزيين هنا من حطينا عليهم شوية حمص، هاي القواطة جبنا المنظر يعني. وحطينا شاف الليمون وباع المنظر. ما اقول لكم الطعم كلش طيب بنات، حيل عجبني انا صراحه يعني. اول مره اسوي حاجه واني ارضى عن نفسي يعني حيل. هنا أنا بنوتات انا سويت العدس، الفول مال العدس ونشرت لكم يعني الحمد لله والشكر. احنا مو عراقيين، بلد العجايب كل شيء يسوون. هنا انا هالمره سويته مقبلات، ما سويته هيك فول وحمص وهيك لا،
سويته حالة حمص بطحينة. حطيت له بس ما دون راشي زيت الزيتون وليمون وبصل باودر وثوم باودر وكمون، والعدس عندنا مسلوق بمي مي وكركم وملح. طبعا هو ينسلق بمي، انا شو تحكي بدور، لا يعني سلقته بس خليت له الملح والكركم هو على الطباخ، مو مثل الحمص. الحمص لا سلقنا وحيده بدون اي توابل. هنا أنا حطيت العدس ودكم حطيت له ليمون وكمون وثوم باودر وبصل باودر وعصرة مال ليمونة وزيت الزيتون. خوش عيني وباعوا المنظر، وما اقول لكم على الطعم والله كلش طيب. يعني عايزين بس بعد زلاطه مال اللي يقولوا وياه احنا باذنجانيه ورمانيه وبابا غنوج وفتشي تكمل التوابل اصلا كلش طيبه تصير. ومنظر وطعم، مو بس منظر، يعني منظرهم وطعمهم كلش طيب صار الحمد لله والشكر. هنا كملنا المقبلات مثل ما يقول، وكملنا حافة الكباب وثرمنا الفلافل وحضرنا العجينة مالت الكبة همين. راح نبدي نبلش هسه بالكبة اللفة. هنا بدي اشوفكم انا كنت مكملة ذني. هنا كملنا الكبة طبعا، وكملت السبيناخ عندي كانت وجبة ثارمتها قبل يوم وثار مقالة وضميتهن. ونقول ألف الحمد لله والشكر. وصل من هنا يعطينا لايك وما يبخل علينا.